يعني يا خسارة، يعني بطولة بدأت بشكل جميل جدًا، والجمهور المغربي كان بيملى المدرجات يشجع مصر، انتهت بإنه مشاكل وتصريحات من المدير الفني المصري و و و وبعض من الجماهير المغربية اتسافر على النشيد الوطني المصري، وأنا متأكد إنه اللي سافر على النشيد الوطني المصري ده لا يمثله المغاربة أبدًا، والمدير الفني المصري بتصريحاته اللي قالها لا يمثلنا كمصريين أبدًا، يعني حاجة يعني بنبذل مجهود كبير جدًا عشان نوفّق الأمور بين الناس، ونوفّق الأمور والعلاقات بين الشعبين العريقين، ويطلع تصريح من مدير فني يقلب الدنيا كده ويبوّظ الدنيا كده، والبطولة زي ما قُلت لكم تبتدي بإن إحنا المغاربة مالين المدرجات بيشجعوا مصر، وتنتهي بإنه يعني مشاكل وتصريحات والجمهور يصفّر على يعني حاجة، يعني تصريحات من مدير فني قلبت الدنيا. يعني صراحة مش عارف أقول إيه كابتن حسام حسن على تصريحاتك أنت وكابتن إبراهيم، وعلى الحاجات اللي اتقالت. يكفي بس إن نشوف البطولة ابتدت إزاي، والعلاقات بين الجمهورين كانت عاملة إزاي، وانتهت بعد التصريحات دي إزاي. تحيا العلاقات المصرية المغربية، وأدام الله المحبة بين البلدين العريقين. وأنا أتحدى في هذا الفيديو، أتحدى إنه كل اللي هيدخلوا في التعليقات مش هيقبلوا أبدا إنه ولو فرد واحد من جمهور المغربي يصفر على النشيد الوطني المصري. أنا متأكد إنه المغاربة لا يقبلوا ده. للأسف النهاية ما كنتش أتمناها في هذه البطولة، أو مش نهاية، إن شاء الله بكرة نفرح بالمنتخب المغربي ونفرح بتتويج المغرب، ولكن نهاية أقصد بين الجمهور المصري والمغربي ما كنتش حاببها يعني بهذه الطريقة. ولكن معلش إن شاء الله تتصلح الأمور، و يعني مش هعرف أقول حاجة أكتر من كده.